ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة جديدة في برنامجكم قضايا إريتريا. سنتناول في هذه الحلقة عن الطلاق في بلادنا، الطلاق في مجتمعنا الإريتري. نتحدث عن الطلاق كظاهرة اجتماعية موجودة فيما بيننا. نتحدث عن الطلاق لأن الطلاق مشروع في شريعتنا فحسب، لا، ولكن الطلاق أصبح يسير مجرا لا يحسن عقباه باتجاه مجتمعنا الإريتري. فهل أراد لنا الإسلام بالطلاق تفكك الأسر وحصول القطيعة بين المجتمع الإريتري؟ هل أراد لنا الإسلام هذا؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله اليوم. لماذا شرع الإسلام الطلاق؟ ما الحكم العظيمة؟ ولا يأتي في الإسلام شيء فيه ضرر على الإسلام والمسلمين. ما حكمة ذلك؟ لماذا شرع الطلاق؟ لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ ولماذا قال قبل ذلك ربنا تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الأفريقي وعالمنا مفتينا. نسأل الله تعالى أن يمد في عمره ويزيده من فضله علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا وسهلا بشيخنا وأستاذنا الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. مدخل في حكم الطلاق، مصدره وأسبابه وما الحكمة منه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإسلام تناول كافة الأحكام المتعلقة بالإنسان، سواء في حياته الشخصية أو في حياته الاجتماعية أو في إطار علاقته بدولته. والطلاق هو أحد القضايا التي تأخذ طابع الجوانب الشخصية والعلاقات الشخصية، وله أيضا دخل بالجانب الاجتماعي. فالتقاء الرجل بالمرأة هو علاقة اجتماعية وليست علاقة شخصية فقط. يعني هنا لا بد أن ننظر إليه بأن الزواج علاقة اجتماعية، وعقود الزواج تأخذ عقود اجتماعية، لأن هنالك عقود اقتصادية يمكن أن تتم بأجواء طبيعية عادية حتى لا تتطلب شهود وغير ذلك، ولكن عقود الاجتماع لا بد أن يكون طرف من أطراف المجتمع حاضر. لا يكفي أن نقول فيها بأن الرجل والمرأة فقط يبرمان. هذا ما أقصده بقضية عقد اجتماعي. يعني لما نقول عقد الزواج عقد اجتماعي، لا بد أحد مؤسسات المجتمع تكون حاضرة. أدنى مؤسسة في مؤسسات المجتمع هي الأسرة. تمام. فعقد الزواج هو علاقة اجتماعية. أيضا هذه العلاقة قد تستمر وتكون ناجحة إلى نهايتها، وقد تطرأ عليها بعض الأشياء فيضطر الرجل والمرأة أن يفترقا. حالة الافتراق هي حالة قطيعة للاستمرار في العلاقة الزوجية التي أبرمت، وانتهاء هذه العلاقة في بعدها الأسري.
انتهاء هذه العلاقة في بعدها الأسري كزوجين، ولكن يمكن أن تستمر في أبعاد أخرى، في أبعادها الاجتماعية الأخرى قد تستمر، لكن إلى إطار العلاقة الزوجية تنتهي. هذه النهاية هي التي نسميها نحن بالطلاق. شرع الله تبارك وتعالى الطلاق باعتباره ليس كل العلاقات الاجتماعية تكون مستمرة إلى الأبد، قد يتعثر أحيانا، فهو من جانب كما تفضلت قد لا يكون محبوبا، لكنه قد يكون لا بد منه. فعندما يتحول الأمر إلى أنه لا بد منه، فالشريعة تتعاطى معه وتنظمه حتى لا يتحول الزواج نفسه كما تفضلت إلى نوع من الفوضى. فكما أنك أبرمت الزواج بالطرق شرعية، يجب أيضا أن تبرم الطلاق بطرق أيضا شرعية. كثيرا ما نكون منضبطين في زواجنا، لكن للأسف الشديد لا نكون منضبطين في طلاقنا. هذه من المفارقات. يعني تجد ما شاء الله الشخص وهو يتزوج يذهب بطريقة منظمة جدا، من حيث الخطبة، من حيث المهر، من حيث الاتيان بالأهل، من حيث الاحترام، من حيث التقدير، من حيث الحب المتبادل. فتجده سبحان الله في الزواج يدخل مدخل طيب، مع أن القرآن سبحان الله أشار إلى معنى مهم جدا في الطلاق: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. يعني جعل موضوع الطلاق نفسه إما أنك والله تتعايش بمعروف، لكن لحظة الفراق في آيتين في كتاب الله، أحيانا يقول بالمعروف أيضا، وأحيانا يقول بإحسان. بإحسان. وفيه متاع أيضا. وفيه متاع. فهذه الجزئية للأسف الشديد غير منتبه إليها. المسألة الثانية، لما كان الأمر متعلق بأحكام، فالأحكام عموما في الشريعة لا تخرج عن 5 أشياء: إما أن يكون واجبا أو حراما أو مكروها أو مندوبا أو مستحب أو حرام أو واجبا. نعم. الطلاق. لكن في الأصل حكم الطلاق أنه جائز ومباح من حيث الأصل، دون أن تدخل عليه أي عوامل أخرى. من حيث لو بس اعتبرنا أنه والله الطلاق هنا واقف في هذه المحطة، الأصل فيه أنه جائز ومباح إذا توفرت أسبابه وعوامله وكذا. لكن قد تطرأ عليه عوامل أخرى فتحوله إلى الدوائر ال5. قد تحول الطلاق نفسه إلى أن يكون واجبا، وقد تحول الطلاق إلى أن يكون محرما، وقد تحول الطلاق إلى أن يكون مكروها أو مستحبا. هذه على كل كما نص عليها الفقهاء في مظان تواجد أبواب الطلاق، فيمكن أحيانا يكون محرم، قد يكون أحيانا واجب، لكن الأصل فيه أنه جائز ومباح. وبالتالي لا بد لمن خلاص يريد أن ينهي العلاقة الزوجية أن ينظر إلى الأحكام الشرعية المترتبة في هذا الطلاق، لأن لله في كل مسألة من المسائل حكم شرعي، فأنت عليك كمسلم أن تلتزم بهذه الأحكام. طيب، إذن الخلاصة نقول بأن الإسلام شرع الطلاق لحكم نعم. عظيمة تعود بالنفع والخير للبشرية في العموم وللزوجين في الخصوص. ولذلك نعم. قال ربنا تبارك وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يعني لو أردنا نلخصها باختصار نقول بأن الزواج له مقاصد شرعية من حفظ الفروج ورعاية الأسرة واستمرار النسل وكذا. إذا لم يحقق هذه المقاصد هنا يقول لك خلاص نظم الافتراق. طيب، لو قارن دعني يعني أتحدث مع الأستاذة خديجة. أستاذة خديجة، العذر منك، نسيت أن أرحب بك. أهلا وسهلا بك، جزاك الله خير. فأنت من المدربات الفضليات التي يعني لهن يعني جهد يذكر فيشكر. أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك شيخ برهان وضيفك الدكتور حسن، حياكم الله جميعا. بارك الله فيك. سمعنا لرأي الدكتور وشرح في هذا المسألة، نريد أيضا رأيك الكريم حفظك الله عن الحكم العظيمة التي شرعها الله عز وجل للطلاق من وجهة نظرك أنت، وأنت عشت معظم حياتك في دول الخليج ومارست الحياة الزوجية، وأيضا رأيت وتابعت كثيرا من الأسر ممن حصل فيهن الطلاق. فبوجهة نظرك من خلال معرفتك ومتابعتك، ما الحكم التي شرعها الله عز وجل في الطلاق؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية كما قال الدكتور حسن، بالفعل يعني الطلاق هو من المباحات، والله سبحانه وتعالى عندما يعني جعل له عقد الزواج ميثاقا غليظا، جعل أيضا له مخرج وحل حتى لا تشعر المرأة ولا يشعر الرجل أنهما مرتبطان إلى الأبد بهذا الأمر.
يعني نحن نعاني من هذه المشكلة، أن الناس يفهمون أن موضوع الطلاق هو موضوع صعب جدا، وأنه أبغض الحلال، وأنه هذه الإشكالية تأتي أساسا من عدم فهم فقه الطلاق نفسه كيف يكون في الأسر. في الكثير من الحالات التي أراها وأسمع عنها، أن أرى أن الطلاق دائما يحدث عندما تستفرغ الوسع المرأة بالذات، أو عندما يستفرغ الوسع الرجل في هذه العلاقة الزوجية. وأكثر المتضررين في طبعا الأولاد فيلجؤون للطلاق، طبعا بدون المرور بالمراحل الأساسية التي هي قبل الطلاق أساسا. لذلك مسألة الطلاق هي مسألة يعني صعب جدا فهم في ظل وجود برمجة عند الناس أو مفهوم خاطئ عن موضوع الطلاق نفسه، فلا يقتربون منه لا بالكلام ولا بالتطرق إليه ولا التعامل معه بالتعامل مريح جدا وبسيط جدا. فكما قال الدكتور حسن، بالفعل الناس مبادئ في الدخول في الزواج، لكن عندما الخروج منه والافتراق تحدث هنا الإشكالية، ويحدث هنا سوء الفهم وسوء التصرف، وبالنتيجة سوء العواقب أو النتائج المترتبة على الطلاق الغير صحيح. طيب، أحسن الله إليك، جزاك الله خير. نعود للشيخ حسن. شيخ حسن، كما تفضلتم في ذكر ما يتعلق بالطلاق، أن الناس حينما يدخلون في الزواج يدخلونه بكافة أحكامه، بل ويزيدون عليه أمورا كثيرة ربما لا يرضاها الله عز وجل من وسائل منكرات الأفراح وإلى ذلك، فيبالغون في هذا. أما حينما يحصل الطلاق فإنه يحصل معه حقيقة من القطيعة والفرقة، ويحصل معه أيضا ضياع الأبناء والأولاد. نريد حقيقة نبذة سريعة في عملية الطلاق، كيف تكون إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، فما الذي ينبغي عليه، ثم سنقيس بعد ذلك على الواقع. هل شعبنا يطبق هذا الشرع الذي أمر الله عز وجل به أم لا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. في معرض الطلاق ذكر فقال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فهل فعلا شعبنا الإريتري خاصة وجميع المسلمين عامة مارسوا عملية الطلاق كما يريدها الله سبحانه وتعالى ويرضاها؟ هذا سؤال مهم جدا أطرحه بين يديك بعد أن تلخص لي عملية كيفية الطلاق. أحسن. طبعا بالنسبة لمسألة الخروج من عقد الزواج يكون ببابين حتى ننبه أيضا المشاهد: باب هو عبارة عن حق للرجل، وباب آخر هو حق للمرأة. فقد تكون المعطيات تشير إلى أن المرأة هي من وصلت القناعة بأن تفارق، وقد يكون الأمر متعلق بالرجل، وهذه سبحان الله من عدالة الشريعة. فإذا كان الأمر متعلق بالرجل فهو الطلاق، وإذا كان الأمر متعلق بالمرأة فهو الخلع. إذا اختلعت هذا له أحكام على كل، ليس الآن مجال. لكن إذا كان الرجل هو الذي يريد أن يمارس هذا الحق وينهي العلاقة مع الطرف الآخر فهذا يسمى طلاقا. فهذه لها أحكام تفصيلية وهذه لها أحكام تفصيلية. لا بد ابتداء أن نقف على ما هي طبيعة المشكلات الجارية بين الطرفين، فقبل أن نفكر في الطلاق نفكر في الإصلاح. الخطوة الأولى يعني لا بد أن يكون هنالك استفراغ للوسع بين الطرفين قبل أن يتم اتخاذ قرار الطلاق. وهنا يأتي قضية الحكمين، حكم من أهلها وحكم من أهله، فينظروا في الأمر ويسمع من الطرفين، ويأتي هذين الحكمين إلى الزوج والزوجة للسماع منهم. يعني كأنك تقول يا شيخ حسن قبل أن يوقع الرجل الطلاق، نعم، أو أن تطلب المرأة من زوجها الطلاق، يتم الصلح حسب التراتيب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم. واللاتي تخافون نشوزهن نعم. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. نعم. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. نعم. إن الله كان عليا كبيرا. نعم. فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما. هذه النقاط الأربعة يجب تطبيقها من أجل أن لا يحصل الطلاق. نعم. نعم. نحن نقول الآن استوفينا استوفينا كل الجهد في الإصلاح، وجبنا الشماغلة. نعم. وحاولوا أن يصلحوا. نعم. وكلموا الرجل وكلموا المرأة، نفذت جميع وسائل الصلح. ما الذي ينبغي؟ أحسنت. هنا الشريعة تشير لك إذا
أردت أن تطبق طلاقا شرعيا سنيا أيوة. على مراد الله ورسوله، نعم. أول شيء لا بد أن توقعه وأنت في حالة هادئة واختيارية، ولست في حالة غضب ولا في حالة استياء، ولا أيضا المرأة غير مهيئة. يعني الجو نفسه الذي يتم فيه اتخاذ القرار سبحان الله الشريعة ما تركته لك، عجيب. بالذات في الطلاق السني، لأنه طبعا نحن الآن معظم الطلاقات التي تقع هي طلاقات بدعية. لا حول ولا قوة. الطلاق السني الذي شرعه الله تبارك وتعالى هو أن الشخص عندما يريد أن يتخذ خلاص استنفذ كل الوسائل من صلح من مناقشات من كذا وخلاص الموضوع ليس أمامه إلا اتخاذ قرار الطلاق، أول شيء يقول لك والله انظر إلى المرأة هل هي في حالة حيض أم ليست في حالة حيض، أو في طهر جامعها أما أنها في طهر، وهل هذا الطهر إيه؟ أنت جامعتها فيه أم لم تجامعها. هذه سبحان هذه الحكمة. ما الفائدة من ذلك؟ حدثنا شيخ. الفائدة شيخي في أنه والله يعطي الشارع أكبر مساحة لتجنب حالة التوتر. يا سلام. يعني أنت الآن يقول لك والله إذا وجدتها حائض ما تطلقها، احتمال تأخذ 20 يوم، في ال20 يوم قد تمر هنالك مياه تحت الجسر وتغير رأيك. نعم. ثم أيضا إذا كان والله طاهرة لكن هذا الطهر أنت جامعتها فيه، يقول لك اصبر إلى أن تحيض ثم تطهر. لاحظ هذا التوقيت هو محاولة امتصاص الغضب وإعادة التفكير. وهذه الفترة قد يتدخل أيضا الناس، وهذا يدل على عظم الرباط الأسرة. ومحاولة قدر المستطاع ألا يتفكك. النقطة الثانية عليك أيضا ألا تخرجها ولا هي تخرج من بيتها. يعني اللحظة اللي أنت بتتخذ بعض واحدين ما شاء الله أول ما يسمعوا بس كلمة الطلاق هي يا حملة عفشها يا أنت كمان شيلتها. بالله يا مشاهدينا الكرام تابعوا معي هذه المسألة. نعم. يا من طلقتم نساءكم، يا من طلقتن، من منكن التي جلست فصبرت في بيتها 3 قروء ولم تخرج رغم أن الزوج طلقها؟ من الذي أبقى زوجته في بيته وقال لها ابقي في زوجك أنت طالق، ابقي في زوجك 3 قروء يعني 3 حيض؟ هل هذا واقع في بلادنا داخل إريتريا أو في الخارج؟ هل نطبق هذا فعلا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى؟ أم تغضب المرأة وتأخذ شنطتها وتذهب إلى بيت أسرها، أو الرجل نفسه يقول لها خذي أمتعتك واطلعي برا؟ هذا هو الواقع. نحن الآن نستمع إلى مشايخنا وإلى هذا الشرع العظيم الذي نزله الله، وننظر إلى واقعنا ثم نبكي بعد ذلك، نقول سلط علينا الأعداء وسلط علينا الأمور، ونبكي ونتباكى حول حالنا. استمر يا شيخ. بارك الله فيك. وأحيانا قد يكون التدخل حتى من الأسرة، يعني يقول له طلقك الحقي اطلعي على طول شيل عفشك للأسف. هذه برضو واحد من الإشكال. فعلى كل الشريعة لاحظ الآن سواء ما قبل النطق بالطلاق وما بعد النطق بالطلاق تجعل هنالك مساحة لإعادة التفكير. يا سلام. يجلسان في البيت سويا. يا سلام. إذا نحن راعينا الوضعية، هل هي وضعية حيض، هل هي وضعية طهر، هل كذا، هذه الأولى. نعم. أفرض أنك يعني أوقعت الطلاق مناسبته وجدت فأوقعت الطلاق، تخبرها بشكل واضح بأنك طلقت. هذه مسألة لا بد منها، يعني ما تحتمل المسألة إيه؟ يعني المداراة، يجب أن تجلس معها وتخبرها بأنه من هذه اللحظة وقع إيه؟ وقع الطلاق. طبعا هنا أنت ستلتزم بأشياء وهي ستلتزم بأشياء، يعني حتى تكون الصورة واضحة. النقطة الثالثة الالتزام الكامل بكل الحقوق المالية في هذه الفترة، يعني هي لا تذهب إلى أهلها، وتبقى هذه الفترة هي فترة تفكر منه ومنها. يعني يجب عليها أن ينفق عليها، يجب عليها أن ينفق عليها، يجب عليها يتعامل معها باعتبار بكل لا كثير من النساء شيخ حسن يشتكين، يقول من يوم ما طلقني ما صرف علي ولا هللة، لا ولا أعطاني شيء لا لي ولا عيالي، ولا التفت إلي. اللهم لا هذا ظلم، هذا ظلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. أيضا ما دام هو الذي أوقع الطلاق في هذه الفترة، لأنه هو الآن هو المستغني، قد تكون المرأة راغبة للعلم في مثل هذه الوضعية، قد تكون المرأة راغبة في الاستمرار، ولكن هو الذي وصل إلى إيه؟ إلى القناعة. في هذه الفترة أيضا هو من حقه أن يدرس الأمر وينظر إلى كل الجوانب، وقد يصل إلى قناعة فيرجع المرأة. جميل. لأن الطلقة هذه تسمى الطلقة الرجعية، يعني جميل. فعنده الحق في أن أيضا في حكم رابع وهو مسألة العدة. العدة هنا طبعا مسألة مختلفة، فهنالك عدة ذوات الحيض
والعدة الأخرى اللي هي غير ذوات الحيض. ذوات الأحياض أو ذوات الحيض بمجرد أن ذوات الحيض اللي هي 3 قروء، نعم. إما أنهن حيضات وهو الذي نميل إليه أو أطهار. لما نقول 3 حيضات بمعنى طلق في طهر، نعم. فستأتيها حيضة تحسب من هذه، تحيض ثم تطهر، ثم تحيض، تحيض ثم تطهر، نعم، تحيض ثم تطهر. هذه هي. يا سلام. فهذا لاحظ الآن هذه الفترة ما شاء الله فترة مدة طويلة سيظل. وهنا نقول نعم. المرأة الذكية اللبقة التي تشعر بأنه والله في نفور في هذه الفترة من حقها أن تفعل كل الأساليب والطرق التي تصل فيها إلى رؤية مشتركة مع زوجها. طيب في هذه الفترة شيخ حسن، فترة العدة، نعم. طبعا ما هو توجيه الإسلام بالنسبة للمرأة؟ يعني هي تبقى في بيتها، تبقى في البيت، أيوة، تقوم بالواجب، لأنه بعض النساء كمان ينسوا الواجب، يعني لا تطبخ له ولا تغسل له ملابس، لا. ولا تسلم عليه أصلا، لا. ولا إنما تذكره والعياذ بالله، ربما ذكرته بالسوء. في هذه الآن سنستمع نحن من الأستاذة خديجة، نعم. حول حال المرأة في مثل هذه الظروف، لكن نعم. نريد أن ننهي فقط الأحكام ثم نعود إلى الواقع إلى يدك. آخر شيء في هذه الفترة على كل تقوم بكل الواجبات، وهو أيضا يقوم بكل الواجبات، ما عدا أنه تتوقف عملية المعاشرة بينهم في هذه الفترة هذه فقط. بل بالعكس هي يمكن أن تتجمل له، تتزين له، حتى تجعله فهذه الفترة أصلا فترة إتاحة المراجعة، نعم. فكل ما يؤدي إلى المراجعة يفترض أن يسلك، نعم. من الكلام الجميل، من المناقشات، من الحوار الهادي. أحيانا قد يكون خارج دائرة الطلاق. وتتزين له يا شيخ حسن؟ يمكن تتزين له، نعم. ما في حرج. طيب فين وقعها؟ عادت. أيوة. أصبحت الآن زوجة، ورفع الطلاق، كأن راجعها ولا يحتاج إلى شهور. المقصود أصلا ليس الفراق، المقصود ليس إنه هو ينهي العلاقة، المقصود إنه والله هو إتاحة الفرصة للتفكير الهادي بين الطرفين بشكل موضوعي، لقوله تعالى لا تدري لعل الله، وفي مرحلة برزخية. صحيح. قد تكون المرأة راكبة راسها وقد يكون الرجل راكب راسه، فكلا الحالتين هذه الفترة سبحان الله قد تكون شهر، قد تكون شهرين، شهر ونص. هذه الفترة كلما استطاع الزوجان أن يديرا فيها ما يمكن أن نسميه بإعادة فرمتة الملفات، فيكون قد نجحت التجربة ويمكن أن تحصل العودة. أستاذة خديجة، استمعنا للحكم الشرعي من الشيخ حسن سلمان في العمل بالطلاق السني. حدثينا عن واقع شعبنا من وجهة نظرك في تطبيق هذا الأمر، هل هو واقع؟ هل مر بك أحد طلق زوجته على السنة النبوية وأبقاها في بيته 3 أشهر وهي قامت بالتزين له وتخدمه وتغسل ملابسه وتطبخ طعامه وتتهيأ له خلال فترة العدة؟ هل مر بك هذا؟ حدثينا عن هذا أستاذة خديجة، جزاك الله خيرا. أولا جزاكم الله خير على طرح هذا الموضوع. أساسا طريقة طرح الموضوع وبيان حكم الإسلام في الطلاق يجعله مبهجا كما هو في الزواج صدقا. يعني أنه في الإسلام عندما شرع الطلاق وجعل له هذا الترتيب وهذا النظام حتى أن الإنسان لا يصل للنقطة الأخيرة وهي الانفصال الكامل، يجعله مهما جدا وذو قيمة، يعني وأنه ليس أمر سيء كما هو معتقد عند الناس. طبعا بالنسبة لرؤيتي أنا كما شاهدت ورأيت لم يصادفني أحد يعني حتى الآن قام بالطلاق كما أمر الله سبحانه وتعالى أو الطلاق السني، مع الأسف الشديد. إنما ما يحدث في الطلاق نفسه أنه يصبح عملية انتقام، حتى لو بقيت المرأة في البيت فهي تتعامل وجهها وهي مشحونة نفسيا وتكاد أن تفعل به الأفاعيل لأنه طلقني فقط من هذا الباب، فلا تتزين له، بل بالعكس سوءا للموضوع أنها لا تتزين ولا تقوم بمهامها في البيت كما لو أن البيت ليس لها وأنه ليس لها قيمة أو اعتبار. طبعا تحدث أفكار كثيرة جدا، وهذه من البرمجة أو التربية التي تلقتها المرأة من المجتمع، أنه إذا طلقك فأنت عديمة القيمة وليس لك قيمة ويجب أن تأخذي منه وأن تنتقمي منه هكذا يعني. والرجل نفسه أساسا عندما يطلق بهذه الكيفية أو بالكيفية الغير سنية أو على غير السنة يأخذ الموضوع مأخذ أو على محمل شخصي جدا، فيبدأ بالتنكيل بالمرأة
والشف منها والتضييق عليها، وحتى أنه كما ذكرتم لا يمكنه أن يجعلها تمكث في البيت. الذي يتحمل تبعات هذه المعركة التي يخوضها الزوجان الآن الأبناء فقط يعني. لذلك المرأة لا تقوم بما ينبغي منه إصلاح هذا الزواج. تعتقد المرأة أنه في الطلاق إذا طلقها الرجل أنه يجب أن يبادر هو لإصلاح ما أفسده وليس لإصلاح الذي تقوم به من جانبها، فلا تبذل جهدا. هكذا تنظر المرأة. لكن هي لو نظرت للموضوع أنه إذا طلقني فأنا أولى الناس بإصلاح ما يمكن إصلاحه حتى لو كان هو المخطئ، هنا تختلف المعادلة تماما. لكن هي ترى أنه إذا طلقني يجب أن يصلح هو هذا الأمر وأن يقدم لي وأن يسترضيني وأن يفعل وأن يفعل وأن يفعل. طيب ماذا تفعلين أنت؟ لا شيء، غير أنني أتشكى وأسبه وأقلل من قدره ومن احترامه وأشهر به كما لو أن العلاقة قد انتهت. لذلك حتى عندما يحدث الرجوع بعد الطلقة الأولى يرجع الزوجان وهم مرنان نفسيا مما حدث في هذه الفترة من سوء التصرف ومن سوء التعامل مع بعضهما البعض. طيب أستاذة خديجة، طبعا وأنا كذلك لم يمر بي عائلة إلا عائلة أو عائلتين تم الطلاق على السنة النبوية. وهذا أبو عبد الهادي معنا على الخط في الفيسبوك يقول: ما هو الطلاق الإيجابي يا مشايخ؟ نوجه هذا السؤال. ويقول: أنا صادفتني أكثر من حالة، ولكن هي تعد هي حالات بسيطة جدا في عدد الجمهور الهائل الذي يطلق، هو يطلق مع الأسف على غير السنة النبوية، هو طلاق بدعي. هذا أيضا ليس فقط في المجتمع الإريتري بل هو في المجتمع. ولكن سؤال مهم الآن أستاذة خديجة: لماذا الرجل يطلق على البدعة، ولماذا المرأة أيضا لا تمارس أو لا تعمل بأمر الله تبارك وتعالى في مسألة الطلاق؟ ما السبب؟ لماذا ليس هناك تعظيم لأمر الله تبارك وتعالى واحترام وتقييد لما أمر الله عز وجل من البقاء في المنزل وعدم الخروج ومحاولة إيجاد؟ فإذا هي كانت لا تريد الزوج، لكن عليها أن تطيع الله سبحانه وتعالى وأن تقوم بواجبها كمسلمة. لكن لا تريد الزوج، طيب قومي بواجبك كمسلمة، أنت لك رب ينظر إليك ويتابعك ويعد لك الجنة، أو والعياذ بالله المصير الآخر النار، نسأل الله العافية والسلام. لماذا هنا لا يكون هناك خشية؟ وبالنسبة للرجل أيضا، أنت رجل كيف تطلق المرأة على غير السنة؟ يا أخي لماذا أنت مسلم؟ يعني أقصد برأيك أنت، لماذا الرجل لا يعمل بكتاب الله ولماذا المرأة لا تعمل بكتاب الله؟ هناك حالات بسيطة جدا من يطبقون لا تكاد تكون 1%. والله أنا أجزم، لا أظن في علم الله والعلم عند الله أن ثمة هناك من يعمل في الطلاق بالذات بنسبة 1%. رأيك الكريم في مسألة أسباب هذا الأمر، لماذا؟ هناك بعد نفسي أول شيء يجب أن نلاحظه عند الرجل، يعني للطلاق نفسه أو القيام بموضوع الطلاق أو بأمر الطلاق هناك بعد نفسي عند الرجال أو عند الرجل. دعنا نقول هكذا: الرجل يريد أن يفرض قوته، أن يثبت أنه بيده الأمر وبيده الحل وبيده العقد وبيده كل شيء وبيده مقاليد هذه المرأة وهذه الحياة. لذلك عندما يقوم بالطلاق أساساً هو يريد أن يثبت أنني أنا من تخليت عن هذا الأمر وأنني أستطيع أن أفعل وأن أفعل وأن أفعل. يعني أنه تأخذه العزة بالإثم، فلا يراقب أمر الله سبحانه وتعالى. هنا من باب التشفي فقط، يعني نفسيا، يعني يريد أن يشعرها المرأة أو يشعر أهل المرأة أنه هو الذي يستطيع أن يفعل وأن يفعل وأن يفعل. من هذا الباب ينطلق الرجل، لذلك يقوم بما يقوم به الطلاق بالإيذاء والإضرار وإلحاق الأذى بهذه المرأة وبهذه العلاقة التي كانت بينهما. بنفس الطريقة المرأة تتعامل نفسيا: إذا هو فعل بي هكذا فأنا سوف أريه ما الذي أستطيع فعله. هنا يغيب الله سبحانه وتعالى عن أذهانهما، يغيب الهدف الأساسي الذي قام من أجله هذا البيت، أن هذا الزواج أساسا لم يدخل إليه الرجل والمرأة كاستثمار في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. لذلك يسيء التعامل مع هذا الاستثمار، يعتقدوا أنهم في الزواج هم فقط يستثمرون، وإذا افترقنا فالاستثمار ملغي تماما. وأنه في الإسلام
أن هذا الزواج إذا كان الزواج نفسه استثمار في العلاقة مع الله، في الحقوق والواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بالكيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فإن الخروج من هذه العلاقة يجب أن يكون بنفس الكيفية، والاستثمار طالما أنه مع الله فهو مستمر بوجود هذا الزواج أو بغياب هذا الزواج. لذلك المسألة كلها هي مسألة نفسية انتقامية، يعني أفمن اتخذ إلهه هواه، هكذا يعملون في هذا الموضوع وبهذه الكيفية يعيش الرجل والمرأة. وإلا فإن الرجل مأمور شرعا أن يراقب الله سبحانه وتعالى في هذا الطلاق، والمرأة أيضا، وكلهم آثمان إذا هما قد قاما بما يخالف أمر الله في هذا الجانب أو في جانب الطلاق. فمن هذه الناحية نحن يجب أن ننظر أن المسألة نفسية فقط، نفسية من خلال إثبات القوة، من الأقوى فقط. لذلك تستمر هذه المعارك بين الرجل والمرأة في التنكيل ببعضهما، وأشدهما تنكيلا بالآخر هو الذي يفوز، وهكذا يفوز الشيطان أساسا عليهما. الله المستعان. الشكوى إلى الله. هذه وجهة نظرك، جزاك الله خير أستاذة خديجة. ننتقل للشيخ حسن سلمان. الأستاذة خديجة ترى أن سبب عدم العمل بكتاب الله في الطلاق عند معظم المسلمين هو البعد النفسي والتشفي من كلا الطرفين من الآخر. ما رأيكم؟ أتفق معها على كل بعد النفسي، لكن أسميه قرآنيا غياب التقوى. يعني لاحظ سبحان الله آيات الطلاق في سورة البقرة تجدها محشورة ما بين الشعائر، ما بين الصلاة والزكاة والحج، وهذه القضايا سبحان الله مما تذكر بالله وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتورث التقوى. يعني الآية اللي تلوتها قبيل ختمت بقوله فإن الله سميع عليم. يعني إذا خلاص عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. التقي هو الذي يدرك أن الله سميع عليم. صحيح. أستاذة خديجة قالت يغيب عنهم. أعوذ بالله، متى ما غاب عن الحضور القلبي الله تبارك وتعالى عن المسلم فإنه يغيب عنه معنى سميع عليم. فنلاحظ على كل مسألة الجهل، مسألة غياب التقوى، غياب المسؤولية هي التي تؤدي في نهاية المطاف إلى هذا النوع من التعامل، فهو يتعامل بمنطق القوة وينسى أن الله هو الأقوى، ويتعامل بمنطق فرض الإرادة وهو يتعامل مع ضعيف في نهاية المطاف المرأة. فهذه على كل من القضايا اللي للأسف الشديد يعني كثير من الناس يفعلها وهو جاهل بتبعاتها، وجاهل بمراد الله فيها، وجاهل بالتبعات التي تكون يوم القيامة لهذه الملفات. كلها ملفاتنا في النهاية سترفع إلى الله سبحانه وتعالى. فهل أنت والله استطعت أن تدير ملفاتك فيها بتقوى الله أم تجاوزت التقوى في ذلك؟ والعياذ بالله. في نقطة على كل برضو كنت أحب أن أنبه إليها، يعني هي بعض الأشياء سبحان الله الناس يكون الرجل أحيانا يريد الوصول إلى منطقة، أو المرأة أيضا تريد أن تصل مع زوجها إلى، وهي قد تكون في مراحل الإصلاح، لكن دعنا نؤكد عليها. يعني أحيانا يكون في إمكانية الوصول إلى الإصلاح، وخصوصا لما يكون في أبناء، الوصول إلى الإصلاح بالحفاظ على عقد الزوجية مع التنازل عن بعض الحقوق. هذه يتجاهلها كثير من الناس للأسف الشديد. يعني ممكن بعض النساء تقول لك والله أنا مستعدة أن أعيش معك تحت بيت الزوجية ليكون الأولاد تحتك وأنت متاح لك على كل زيارتهم في الله، لكن لا أريد منك مبيتا ولا أريد منك كذا مثلا. وهذه لفترة من الزمن قد تساعد سبحان الله بدل الحالة بتاعت فك العروة تماما. لكن كثير من الناس أيضا هذه، والقرآن طبعا أشار إليها في أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. أي والصلح خير. فمسألة الصلح غالبا عندما يكون بين الرجل والمرأة أولاد، إذا اصطلحا على الإبقاء على بيت الزوجية بأي شكل من الأشكال قد يكون، وتجنب أو التخفيف عما يتعلق بالدوافع الحقيقية لموضوع الزواج. فهذه على كل من القضايا أيضا المهمة جدا. أيضا نلاحظ بأن من الأشياء الأحكام المهمة جدا في موضوع الطلاق، سبحان الله لما كان الطلاق واقع من جانب الرجل أوجب الله عليه أو شرع الله تبارك وتعالى المتعة، وهو الحق المالي الذي يمنح للمرأة مع الفراق.
فلاحظ أنت تعاملت الشريعة في البداية أول ما تركتك تقدم على الطلاق إلا بترتيبات معينة، ثم جعلت هذه المرأة موجودة مكرمة تأكل ما وتشرب. المقصود بالمتعة شيخ حسن؟ المتعة هو حتى عبارة يتابع المشاهدين هذا هو عبارة عن استحقاق مالي، كما أنك أعطيتها مالا في المهر، إيه؟ فلما تنتهي العلاقة الزوجية بينكما إيه؟ قد تعطيها أيضا أضعاف ما أعطيتها في المهر. الوداع. من يطبق هذا؟ هذه سبحان الله حكمتها، قالوا جبرا لخاطرها المكسور. الله. طبعا لما هي تتخذ فيك القرار، لما تريد هي أن تخلعك أنت المكسور، إيه؟ قالوا لها رجعي له ماله. يا سلام. لما هي أنت وهي راغبة في الاستمرار معك سلام. وأنت أصريت واتخذت قرار الطلاق، قالوا لك أعطيها مال. الله. لماذا؟ جبرا لخاطرها. كم نسبة الذين يطبقون هذا يا شيخ حسن؟ ما نسمع أحد يطلق ويعطي لزوجته مالا من أجل الطلاق إلا إذا كان مجبورا وكان قد بقي عليه من العقد مؤخر. نعم. ربما يعطيها صحيح، لكن للأسف يعني الشديد رغما موضوع عنه، المتعة لكن للأسف الشديد فعلا كثير. إنا لله لأنه وإنا أصلا إليه تنتهي راجعون. بسوء، يعني علاقات بين الرجلين بين نعم. الرجل تنتهي بسوء، بالتالي هذا الإجراء تجده مغيب تماما. طيب، الذين يطلقون نساءهم بالطلاق البدعي هل ينجحون بعد ذلك؟ والتي أيضا تصر على زوجها بالطلاق من غير ما سبب وتعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. نوجه هذا السؤال للأستاذة خديجة. يا أستاذة خديجة، باعتبارك أنت مدربة للنساء ومتابعة للأسر، هل الطلاق الذي يستمر الطلاق البدعي هل يعقبه بعد ذلك إصلاح ونجاح أسري أم ماذا ترين؟ نحن نقول من ترك الشريعة احتاج إليها، فبالتالي إذا قام الطلاق طلاق بدعي وعادوا إلى بعضهما البعض سوف يتكرر موضوع الطلاق أيضا، يعني لأنه لا أنا لا أعني العودة، يعني تم الانفصال تماما. هل هذا الرجل الذي طلق أصلا طلاق البدعي هو مؤهل أن يبني أسرة صالحة مرة أخرى؟ وهل المرأة هذه التي أجبرت زوجها أن يطلقها أيضا بالطلاق البدعي وتركت أبنائها وبيتها وقالت لا أبيت عنده ليلة واحدة، والله ما أبيت ليلة واحدة، وذهبت إلى بيتها، ثم هي أيضا تصف طابور خلف العوانس وخلف المطلقات حتى يأتيها الدور للزواج، برأيك هل ينجح هؤلاء الذين انفصلوا عن بعض لبناء أسر جديدة خلافا لشرع الله؟ والله هم يمكن أن يتزوجوا ويكونوا عائلات جديدة، لكن عندما نقول هل ينجح، مفهوم النجاح هو هنا مختلف تماما. نعم. ربما يكون مفهوم النجاح عند هذا الرجل والمرأة هو الدخول في علاقة جديدة، في علاقة زوجية جديدة، فبالتالي عندما خرجت من هذا الطلاق دخلت في هذا الزواج أنا أنني أثبتت نجاحي. طبعا هذا فهم خاطئ، فهنا مفهوم النجاح إذن غائب تماما أو غير مفهوم، غير واضح تماما، يعني في اعتبارات أخرى. لكن هو نحن نقول ماذا نقول؟ نحن الإنسان أساسا عندما يخرج من زواج ويدخل في زواج هذا دليل الفشل. يعني نظري ورأيت كثير من الذين يخرجون من زواج ويطلقون طلاقا بدعيا يدخلون في زواج مع مخاوفهم وهمومهم وغمومهم التي حدثت في الزواج السابق، فيدخلون في الزواج الجديد بنفس العقد النفسية، بمشاكل نفس الأفكار، بنفس الاحتياطات، لذلك هم أيضا يفشلون في هذا الزواج بالرغم أنهم بعضهم يستمرون، لكن استمرارهم ليس دليل على نجاح زواجهم، إنما استمرارهم حتى لا يقال عنهم أنهم سوف يطلقون للمرة الأخرى. لذلك هنا إشكالية كبيرة جدا في مسألة النجاح أو الفشل في الزواج. فبالتالي أساسا إذا كان الزواج والطلاق لم يقوم بطريقة صحيحة أو تحديدا الطلاق لم يقم بالطريقة، فبالتالي ما بعده قد يبنى على شيء خاطئ، إلا بعض الحالات التي نراها مثلا عندما يطلق طلاقا بدعيا يبدأ يفهم الرجل والمرأة ما الذي حدث في هذا الزواج ولماذا لم أستطع الاستمرار فيه. دعنا لا نقول أن نفشل إنما عدم الاستمرار. طيب أستاذة خديجة، صفي لنا في 30 ثانية، والعذر على الوقت لأنه أوشكنا، صفي لنا الطلاق السني الذي يعقبه صلاح، بمعنى زوجان يريدان أن ينفصلا بالتفاهم وبينهما أطفال، ما الذي ينبغي عليه أن يكون الزوج
ما الذي ينبغي عليه أن تكون الزوجة؟ وكيف يكون بينهم التواصل بعد الطلاق إذا كان بينهما أطفال؟ في 30 ثانية لو إذا تكرمت. عندما يحدث هذا الطلاق بالطريقة الصحيحة كما أمر الله سبحانه وتعالى، تبقى المرأة هي المرأة، ليست زوجة الرجل، إنما تبقى أم الأبناء، أي كرامتها محفوظة بوجود أبنائها أو بغيابهم. بعض الحالات التي رأيتها والتي واجهتها طلق الرجل امرأته، لكنه في كل مناسبة يهدي لها كما أبنائه. عندما سئل ماذا قال؟ قال إنها أم أبنائي، فلها الكرامة والحشيمة وتبقى كما هي عليه في هذه الحياة. فهذا هو ببساطة، يعني الإسلام يطلق أيضا يحفظ الكرامة ويحفظ المكانة ويحفظ المروءة ويحفظ العلاقات ألا تنكسر. شكرا لك أستاذة خديجة، كنت معنا، جزاك الله خير من خارج الاستوديو. شيخ حسن في 30 ثانية، ما هو الطلاق السني؟ وكيف تتم العلاقة بينهما؟ أستاذة خديجة ذكرت أنها هي أم لأولاده، فإذا لم يكن لها أم أليست هي أخته في الإسلام أيضا؟ نعم. ولها حق الأخوة، والله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. حدثنا عن هذا. هو طبعا علينا أن نؤكد أن الطلاق هو إنهاء علاقة زوجية وليست إنهاء علاقة اجتماعية. دي أهم قضية. ستبقى العلاقة الاجتماعية، الاحترام، التقدير، قد تكون في شراكات أخرى، قد يشتركوا علميا، قد يشتركوا اقتصاديا، قد يشتركوا تجاريا، لكن ليست علاقة زوجية. هذه أول مسألة لابد أن نؤكدها. فالطلاق ليس نهاية التاريخ، ليس نهاية التاريخ، يمكن أن هذه واحدة. النقطة الثانية، الطلاق الذي يكون واحدا وبالطريقة السنية التي ذكرنا، لأنه من السنة أن لا تطلق ثلاثا، طلق واحدة. لماذا؟ خاصة عندما يكون لك منها أبناء، قد تكون في هذه المرحلة العمرية التي أنت فيها وهي ليسوا مناسبين في الاستمرار، ولكن قد تحتاج مرة أخرى للعودة بعد 20 سنة. بعد 20 سنة أولادكم كبروا والبنات كبروا، وتحتاج أن والله تديروا المشهد بشكل مختلف. والله. فكل ما تركت خط الرجعة بشكل جيد وودعتها بشكل محترم وشعر أهلها بأنك والله أكرمتها ولم تهنها، وأن القضية كانت فقط في عدم القدرة في الاستمرار لكن ليست إهانة للكرامة ولا انتهاك للحقوق، هنا سيقولون لها والله ما قصر في حقي. هذه واحد. النقطة الثانية، علينا أن ندير بشكل واضح الآن جدول العلاقات ما يتعلق بالأولاد. ماذا للأم وماذا للأب، وبشكل واضح، لأنه خلاص بيننا أولاد. هذه العلاقة في الأولاد أيضا نظمتها الشريعة، قضية الحضانة، قضية الإنفاق، قضية السكن، فلا بد أن يتم الاتفاق عليه. كيف سيكون ذلك؟ فإذا أنت أصلا أسأت الفراق ولم تترك مساحة للتفاهم، المرأة ستركب رأسها أو الرجل يركب رأسه، وبالتالي الضحية هم إيه؟ الأبناء. فكل ما كان الأمر منضبط ستجد في النهاية سبحان الله آخر يوم سيكون الجلسة حول ترتيب وضعية ما بعد الطلاق. صحيح. بيننا أولاد، أنت من تأخذ من الأولاد، أنا من أخذ، ربما يتفقان إن والله لا كلهم يكون عندك وأنا أقوم بما يلي، وهكذا على كل الاتفاق حول مستقبل الأولاد. يا سلام. فهذه الأمور سبحان الله تترك أثرا طيبا حتى في الأولاد. يا سلام. إنه لم يكن هنالك يعني إساءة للطرف. نحن نحتاج حقيقة أن نتحدث عن الأبناء بعد الطلاق. نحتاج كيف نراعي الأبناء بعد الطلاق إلى حلقة مستقلة. مشاهدينا الأكارم، كنا في حديث ماتع مع الضيفين الجليلين الشيخ حسن سلمان في داخل الاستوديو والأستاذة خديجة برهان في خارج الاستوديو. أتقدم بالشكر الجزيل إليهما، ولا يزال الحديث حقيقة طويل ويحتاج إلى جلسات، ويحتاج إلى أننا فعلا بحق أن نصلح هذه الأسر التي حقيقة مع الأسف لا تطبق شرع الله عز وجل في الطلاق. هذا نحتاج أن نتحدث عنه بعمق. لماذا التقوى هنا قليلة؟ لماذا يغلبنا الغضب وتغلبنا الأنفة والبعد النفسي كما ذكر الأستاذة خديجة ونقص التقوى؟ لماذا ينقصنا هذا؟ أليسنا نحن سنموت؟ أليس سيحاسبنا الله عز وجل عن هذه الأمور؟ أليس هو الذي أنزل هذا الكتاب وأنزل هذا الشرع من أجلنا ومن صلحنا؟ فالطلاق رحمة في الحقيقة وليس بعذاب. صحيح أن الإنسان لا يتمناه في أسرته أبدا، ولا يتمناه أيضا، ولا يستقبل ابنته المطلقة بالأفراح والليالي الملاح أبدا، ولكن هو في نفس الوقت له حكمة عظيمة. فالله عز وجل لا يشرع شيئا ليس فيه فائدة لنا. إخواني في الله وأخواتي في الله، علينا أن نتقي الله عز وجل حتى يصلح الله عز وجل بلادنا في الداخل والخارج.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. هذا أخوكم برهان يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب من أجل